تعرف إن كان في حد بيعمل دور الأب عفت غير سهير البابلي؟ في كواليس مدرسة المشاغبين كان في ضحك حقيقي، بس كمان كان في توتر مش بسيط. سهير البابلي اللي كانت بتلعب دور الأب عفت لقت نفسها وسط عاصفة من الإفيهات والارتجالات اللي ما كانتش بتخلص. سعيد صالح كان بيولع المسرح بإفيهاته، وعادل إمام بيعلي عليه، وبدل ما يبقى في مساحة للرد بقت الشخصية محجمة، جدية ساكتة وسط ناس بتكسر كل القواعد. والمشهد اللي كسر كل حاجة مشهد لغاليغو. عادل إمام قال كل واحد يخلي باله من لغاليغو، والجمهور انفجر ضحك، وسعيد صالح نفسه ما قدرش يكمل من كتر الضحك. اما سهير ما قدرتش ترد ولا تتفاعل لان الدور اصلا مش سامح بده، فقالت خلاص مشيت وسابت المسرحيه. اللي جه مكانها وقتها كانت ميمي جمال، وقامت بدور الابله عفت لفتره قصيره، لكن المسرحيه ما كانتش زي ما هي من غير سهير. بعد شويه رجعت سهير البابلي تاني، رجعت لانها كانت عارفه انها جزء اساسي من المسرحيه وجمهور العيد مستنيها. رجعت بس المره دي جاهزه، كانت بترد بس بذكاء وبتحاول تلاقي مساحه وسط فوضى الكوميديا. كانت المنافسه على المسرح مولعة، سعيد صالح يرمي الإفيه، عادل إمام يعلي عليه، وهي تحاول توازن الجد بالضحك. المسرح بقى حلبة بس من نوع خاص، كل واحد بيطلع أحسن ما عنده وكلهم بيكسبوا. مدرسة المشاغبين بقالها 50 سنة بتتعرض، بس لحد النهاردة كل بيت مصري بيشوفها في العيد أكنها جديدة. العفوية والارتجال، الحب اللي كان باين في عيونهم وهما واقفين مع بعض، هو سر خلود المسرحية لحد اللحظة دي. ويمكن أكتر حاجة بتخلي الناس ترجع تتفرج عليها كل عيد هي إن المسرحية دي شبهنا، شبه المدرسة اللي بنهرب منها، وشبه الضحك اللي بنستناه وسط همومنا. مدرسة المشاغبين ما كانتش مجرد عرض، كانت تجربة فنية وإنسانية ما بتتكررش. ارتجالهم كان مدرسة، وضحكهم كان علاج، ووجودهم ساب بصمة لحد النهاردة. المسرحية دي علمتنا إن الفن الحقيقي عمره ما بيقدم، وإن الضحك الصادق اللي جاي من القلب بيعيش أكتر من أي موسم أو أي مناسبة. يمكن العيد يتغير، بس مدرسة المشاغبين عمرها ما كانت موضة، كانت ولسه حالة.